مرة أخرى في البرنامج قبل ما ارحمني. اسمع عارف يا ناس، حد يرحمني من الوقت ده. المهم النهارده احنا محضر لكم مفاجأة كبيرة جدا. احنا في حد ذكرنا اسمه في الحلقة اللي فاتت. المحكمة اللي تم نقض فيها الحكم بتاع مرتضى منصور، محكمة انعقدت النهارده بسجنه لمدة شهر. قرر لا 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 طب تعالى بس، تعال الحلقة ديت ذكرناه كتير وشكله زعل مننا جامد، فاحنا حبينا ان احنا نلطف الامور ونهدي الجو وندعوه ان هو يحضر معانا هنا. انها تقر الحكم، اي رفضت الطعن. تم ترحيله زي ما حضراتكم كلكم عارفين لينفذ الحكم الشهر. ده القضاء النهارده. شكرا. احساس الشعبيه المزيفه دي جميل جدا فعلا. ساعات الواحد بيحتاج ان هو يحس ان هو عنده ثقه وشعبيه ومسيطر وكده. احساسك إدارتك مالكش دعوه بالفريق التاني، اي فريق، كل فريق خليه في حاله. ملناش دعوه هنا كل واحد في حاله. اذا محكمة النقض اليوم زي ما بقول كده هذه دولة القانون. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محكوم عليه بشهر وراح ينفذه خلاص. عصفور الجمله دي بتنفذها. انا ضربت الواد ما لقيتش صاحب. اسكت عصفور. وعلينا كلنا احترام القانون واحكام القضاء. الامر لا علاقه له الغريب يا ساده ما ضايقنيش مرتضى منصور، لانه مرتضى منصور مش طايقني، ده عادي يعني. انت احساس الكوكب التاني ده هايل، واحسن حاجه في موضوع الجماهير ده ان انت تحس ان ليك ادم يا عمرو، انت يا صاحب قناه زفت الطين MBC، احترم نفسك. لهم عمرو اديب بياخد في الشهر 3 مليون دولار. 7 سنوات يكونش فاكر انه مقدم على طب وماله، كمل 7 سنين مع نفسك. ما بصرفش حاجه خالص. طب يعني 3 مليون دولار اللي خدتهم من هنا حطيتهم كلهم في البنك؟ كلهم فعلا؟ يخرب بيتك، لبيت عمرو اديب، لبيت لميس مرات عمرو اديب. عايزين مننا حاجه تاني بقى؟ الامر له علاقه بنادي الزمالك. نادي الزمالك هيعمل ايه؟ محدش تاني يعقب على قضاء ولا على احكام القضاء، وطول عمرنا بنقول كده. احنا البلد فاضيه ليكم انتوا الاثنين. وانا واحد منهم بالمناسبة، يعني انا واحد من الناس. مصر اصلا فاضلها 6 اشهر بالكتير وجيب ظروفها. من الناس اللي راحوا للقضاء عشان اخد حقي. هذا الشخص الذي اهان القضاء وكل ما يتكلم يقول لك انا راجل قانون. انت عارف ان دي حاجه مصيبه، انا ساكت عنها، حذرت. بتتعاطى حاجه؟ لا ست بتتعاطى حاجه كده. شوفها من جنب. من بدري دلوقتي هيتقال لكم ان انا ابويا حرامي وامي مرتشيه واخويا فاسد. انا راضي. احنا اخرنا العيد الكبير، شوف انت مكمل مع مين. مش عارف. ثانيه واحده الراجل اللي عمال يهتف ده، انا سمعت صوت الراجل ده فين قبل كده؟ انا راضي. ما يعرفوش ان انا قلت مراتي ان انا مصاحب سعاد وهناء ومنى وجيراننا اللي في الشقه اللي ورانا واللي قدامنا والست اللي بطلع لها فوق واللي بتجيلي ورا. انت عندك ده كله؟ واللي بروح لها شقه المعادي وشقه الزمالك مراتي عارفه. ايه رايك بقى؟ ايوه هو ده اي هو ده الراجل اللي بيبعتهم في كل مؤتمر. هو ده مرتضى منصور ينفع يرجع نادي الزمالك تاني؟ ارتبكت ليه؟ ابدا ما ارتبكتش انا. الحكم بتاعه شهر، هل ينفع بعد الشهر يرجع رئيسا تاني؟ هو ينفع؟ طيب هو هيحصل انتخابات؟ معلش ناس طيبين قوي. المهم يا والنيل ان هو يطلع السلاح السري بتاعه ويوريه للشعب. السلاح السري ده كان السلاح السري ده ومين يرشح نفسه؟ طب هو ينفع مرتضى منصور يدخل الانتخابات دي مرة تانية؟ ودائما هذا هو قضاء مصر الشامخ العادل. السلاح السري ده كان متمثل في الشخصيات اللي استدعاها عشان تخلص الموضوع. زمن الكيوتنس خلص. مرة بقى علشان ابقى اقول كل اللي في نفسي. سلامت خدت الجايزة. انت متخيل حضرتك؟ ساكت ليه؟ بتخيل. انا ما بعملش البرنامج ده للاغنياء او للفقراء. شحات. الله يسهل لك يا ابني. انا بعمل البرنامج ده لكل بقى تنظيمات الجهات، سيبكوا بقى من مهندسين الري والخبراء الاستراتيجيين. الدبلوماسيه ما عادتش تجيب همها، عالم فيها ده بطايقها. يعني اهو عندنا مواهب وقدرات، بدل ما يضيعوا موهبهم ان هم يختاروا رئيس، يختاروا سياح، ممكن الرئيس